هاي ديانا. هاي مهدي، عامل ايه؟ انا تمام. ده برنامج انت مين فيه هنحاول نتعرف عليكي اكتر. شفنا حاجاتك على السوشيال ميديا، اشاعات طلعت عنك، فعايزين نكلمك حاجات كتير. هنعرف كل حاجه دلوقتي. انا عايز اتعرف عليكي زي ما البطاقه بتقول. اسمك بالكامل ايه؟ ديانا هشام اسماعيل عبد العزيز. خريجه ايه؟ فنون مسرحيه. لسه هبقى خريجه السنه دي ان شاء الله. ما هو ده جايين له، انت مش عارف طولت في النوع بس هنعرفها لا ان شاء الله. طولت عشان شاطره وبشتغل بره ما شاء الله يعني. حالتك الاجتماعيه برضو عليها كلام. حالتك الاجتماعيه ايه دلوقتي في اللحظه دي؟ اتخطبت اول مره في حياتي اتخطب. ما اتخطبتش في حياتي غير لمؤيد ارشد، جوزي حبيبي اللي هيبقى جوزي يعني ان شاء الله. خطيبي. ديانا مين اختار لك اسمك، بابا ولا ماما؟ مامي. اشمعنى على اسم ديانا؟ الاميره ديانا. وانت دايما في اللايفات بتاعتك بتقولي ديانا مش ديانا. ديانا. بتتضايقي لو حد نطق الاسم غلط؟ لا عادي يعني، بس انا بحب اسمي قوي قوي، انا مرتبطه باسمي قوي. دلعك ايه عشان هندلعك طول الحلقه بيه اللي بتحبيه؟ قلب ديانا. يعني اول حد يدلعك يقول لك قلب ديانا؟ ايوه. خلاص اوكي. او قلبوبي. طيب احنا بنحاول نتعرف عليكي اكتر من خلال ملامح وشك، بنحط وشك عليه اي وبيجيب لنا سمات الملامح دي. اول حاجه الطول مناسب لبنت، مش فرعه قوي ومش قصيره قوي. اوكي. ده بيدل على ايه بقى؟ الاي اي قال لنا ان انت شخصيه مش منافقه خالص بس بتجاملي كتير قوي. يعني ليه اي ما كدبش. انا بحب اقول كلام حلو واحب اسمع كلام حلو. انا بحب كل حاجه تطلع مني حلوه عشان اخد حلو. في مثل بيقول انا بقول لاعور انت اعور في عينه، دي بجاحه ولا صراحه زياده عن اللزوم؟ لا دي احلى حاجه ان هي صراحه، يعني انا بحب الصراحه. عملتيها قبل كده؟ يعني لو حد ما بحبوش مضايقني، بس على فكره انا بطلع وبنزل على ما فيش. يعني انا مشكلتي دايما ان انا بقرب للناس المؤذيه، عندي حاجه كده بتجذبني ليهم، ما تفهمش في ايه. طبعا انا ما اعرفش ان هم مؤذيين، بس في حاجه تلاقيني كل الناس اللي بقرب منهم قوي وتلاقيني قريبه منهم قوي تلاقيهم مؤذيين قوي. فانا يعني انا مش بعرف افرق في الحاجات دي، بس لما بلاقي حد مؤذي بقول له ان هو مؤذي وبعرفه يعني ان انا شخص مش احسن يعني حاجه. مالكيش في المجاملات؟ لا انا بجامل، وبجد مجاملتي بتبقى طالعه من قلبي، مش بنافق. وبحب جدا اقول كلام حلو، يعني لو في حد شكله حلو بقول له ان شكله حلو، بحب اقول ان هو شكله حلو، وبحب لما انا يكون شكلي حلو حد يقول لي ان انا شكلي حلو. انت زي القمر كده كده. الاي اي قال لنا كمان ان الشعر الناعم اللي انت مش متهوره معاه، ما بتلعبيش فيه كتير، ده بيدل على شخصيه ما بتحبش التغيير خالص، يعني بتحب الاستقرار، ما بتحبيش تغيري لا حتى في اكلك ولا في ستايل حياتك عموما. أيوة. ده صح ولا غلط؟ هي حاجه ممله ان انا ما اغيرش، بس انا مؤخرا يعني انا بحب اللون الاسود قوي. والمشكله ان حتى مامي بتقعد تقول لي دايما انت كل دولابك اسود، انت ما بتلبسيش غير اسود، انت اسود كفايه. وصحابي يعني انا يوم لما بلون يعني انا كام ملونه فاهمني، فصحابي حتى بيقعدوا يقولوا لي كفايه لبس اسود. انا مؤخرا بقيت اكره ان انا البس اسود، فبحب اغير. ساعات بمل، بس انا مش الشخص اللي بيحب يغير كتير، بقيت اخاف اغير كتير. ولا حتى في قصات شعرك بتحبي تغيريها؟ بتوتر، يعني انا دايما بحب ابقى مسيبه شعري كده، لما بلم شعري بتوتر، عندي هزه في نفسي كده، بحس انه في حاجه. طب انا شكلي حلو، بقعد اسال بقى كتير هو تمام، يعني انا شكلي كده حلو، يعني مش ببقى مرتاحه. بحب دايما افضل زي ما انا، ما بحبش اغير قوي، بخاف. ممكن عشان دور تقصي شعرك بوي كات او خالص؟ انا ممكن عشان التمثيل اعمل اي حاجه للشخصيه، بس ما تكونش حاجه تقلل مني كديانا. يعني أنا ممكن اعمل حاجه للشخصيه ما عنديش مشكله، في حين ان ده يبقى ماشي مع الورق، ماشي مع كل حاجه، علشان احقق ان انا الناس تصدقني وكده، بس ما اجيش على ديانا اللي هو انا، ما اجيش على نفسي في اي حاجه. ايه الموضه اللي عمرك ما هتقربي لها خالص؟ يعني تاتوز؟ لا طبعا انا مش مع ان انا اعمل تاتو بصراحه. انا ما بحبش اتكلم في الدين لان انا مش عايزه اخش في حاجه زي كده، ولكن انا بستحرم، انا كديانا بستحرم. ولا المؤقت اللي بيطلع موضه ده؟ ما هو بقى بيخف لونه وبيبقى غريب، شكله غريب. ده حقيقي. طيب يعني نعمل الحاجه ما نعملهاش. برافو. الاي اي قال لنا كمان يعني. بس عايزه اقول لك على سر. اتفضلي. انت ما تعرفوش عني، انا لما بتطلع لي اي حاجه في وشي، حبايه او حاجه، بحط عليها بتحطي عليها حسنه، هتقلبي جعفر العمده في يوم. أيوة. في مره حسنات كتير. طب ليه؟ طيب الاي اي بيقول كمان ان عيونك سوداء وسهتانه، وده بيدل على شخصيه رومانسيه جدا، والكلمه الحلوه بتاثر فيها. صح بنسبه كام في الميه الكلام ده؟ ايوه انا شخصيه رومانسيه قوي
قوي وحساسه قوي. اكتر كلمه بتسمعيها بتحسي بالامان ايه هي؟ ما تخافيش انا معاكي. بتدوري دايما على سند في حياتك؟ بحب قوي كده. طب بما اننا اتكلمنا عن ملامح وشك الجميله اللي زي القمر، ربنا يا رب يبارك. يا رب. الله اكبر. اللهم بارك. ليه في الفتره الاخيره سمعنا اشاعات غريبه جدا ان وشك حصل له حاجه؟ انا وشي زي الفل ما شاء الله. انت شايف في حاجه زي القمر؟ في تشوه؟ مفيش اي حاجه؟ بشله؟ في حاجه؟ مفيش حاجه. ليه ناس على السوشيال ميديا وبعض الفيديوهات انا بتقول كده؟ ما اعرفش بقى. انا بجد يا مهدي ما اعرفش الموضوع ده. انا بجد انا مخضوضه. انا صحيت من النوم لقيت كميه ناس كاتبه كلام كله غلط. انا طلعت قلت ان انا بنصح البنات ان هم ما يعملوش فيلرز عشان ده بيبوظ الوش. انا الكلام ده حصل لي من 3 سنين. صلحت وشي. الفيلرز بيتدوب عادي جدا، في حقن التدويب وبيتدوب. تشوه وكلام، كل ده كلام ما حصلش، كلام غلط. بجد انا وشي مش متشوه وما قعدتش في البيت عشان وشي متشوه. كل دي اشاعات، كل ده كلام ما حصلش. وانا لو كنت عيطت في الحلقه اللي انا طلعت قلت كده فيها، فانا عيطت اللي هو تاثرا من باللي حصل قبل كده، من اللي حصل زمان. وساعتها انا اصلا يعني اليوم ده بالاخص كنت متضايقه من حاجات كده، وانا قاعده بتكلم ارتحت فعيطت، يعني ارتحت في الكلام فعيطت. مشاعر طلعت فجاه، لكن انا لا مكتئبه ولا متشوهه ولا في اي حاجه. ولسه عامله فيلم ناجح جدا سيكو الحمد لله. انت ايه رايك؟ يجنن بجد والله، فيلم يجنن. رجوع ليكي قوي جدا وان شاء الله يعلم اكتر واكتر في الادوار اللي جايه. الحمد لله يا رب. دي اشاعه بقى ولا حقيقه؟ عايزين نعرف منك ليه بقالك 10 سنين في المعهد ده؟ حقيقي؟ ايوه ده حقيقي. ليه بقى؟ عشان بحبه قوي. والله بجد بحبه قوي. يعني دي مش اشاعه بقى، الحمد لله دي حقيقه. على فكره المعهد ده تدريب بجد، ان انا ابقى بقف على مسرح. انا بجد مش عايزه امشي من المعهد. 10 سنين يعني؟ مش فكره بسقط، اقسم بالله انا ما بسقط خالص. ما فيش اصلا سقوط خالص حصل في اي ماده حتى، ولكن انا متعلقه بالمسرح ومتعلقه بان انا افضل في المعهد. المعهد بيديني يعني ثقه كده، وقوفي على المسرح ده عشق. يعني انا بعشق المسرح، حاجه حلوه قوي ان انا اقف على المسرح. انا اللي خلاني اقعد 10 سنين في المعهد ان انا كنت بشتغل بره. انا من سنه اولى اول حاجه عملتها في حياتي الحساب يجمع. كنت سنه اولى معهد. اول ما دخلت المسلسل، طبعا مسلسل 30 حلقه، فمحتاج بقى ان انا اغيب وان انا ما احضرش، فرحت مأجل. بعد كده عملت بالحجم العائلي، فرحت مأجل. بعد كده أجلت مسلسل في مسلسل. كنت في النص بسجل وبنجح وبخلص، بس فضلت بقى علشان مع الشغل مش هعرف ان انا اواظب ان انا اكون بحضر مسرح. وفنون مسرحيه محتاج تركيز ومحتاج حضور ومحتاج بروفات على طول، فانا ما كانش عندي وقت يصور يشتغل مسرح. فانا قلت هأجل بس طبعا مش هسيب المعهد، هأجل هخلص شغلي. اول ما افضى هرجع اخلص المعهد، لان المعهد هو الاساس بالنسبه لي، لان انا من غير المعهد، معهد فنون مسرحيه، عمري ما كنت هبقى في مكاني ده. طيب ديانا، هنكمل كلام عن شخصيتك. معروف عنك انك بتخافي من الحسد، والخرز الزرقاء موجوده في كل الاستوريات وعلى كل الصور. قولي لي امتى اخر مره اتنشيتي عين؟ كتير. اخر مره هي العين جت في مؤيد. ايه اللي حصل لمؤيد؟ انا مش عايزه اقعد اتكلم عليه كتير. لا مش عايزه اقعد اتكلم عليه كتير. خايفه بخاف عليه قوي يا حبيبي. ضرسه اتكسر، جاله تسمم في بطنه، لا حاجات كتير اتدمر عشان بس. يعني العين جت في خطيبك مش فيك انت المره دي. انما انا بقى في مره، في يوم كان يوم شؤم. اليوم ده موبايلي، كنت لسه جايبه موبايل، واول ما اشتريته اتقسم نصين. وده كله علشان علشان طلعت قلت يا جماعه انا لسه مشتريه موبايل جديد. بتتصرفي ازاي في الاوقات دي؟ يبقى حالتك ايه؟ بتخض. يعني معقول في حد طاقته ممكن تكسر حاجه او تاذي حد او تمرض حد؟ معقول في كده يا جماعه؟ معقول؟ يعني نقول ما شاء الله، يعني نحاول ان احنا قبل ما نقول على حاجه حلوه نقول ما شاء الله، لان الموضوع بشع. طيب رغم رومانسيتك وان انت عسوله واخده بالك من ستايلك، انك عاشقه للفسيخ والرنجه. بعشق الفسيخ والرنجه. مش بيتعارض ده مع الرومانسيه؟ يعني ممكن تبقوا مؤيد تعزموا بعض كده في ليله رومانسيه؟ ما هو هيبقى واكل بصل وانا هبقى واكله بصل، فالموضوع عادي. علاقتك ايه بالمطبخ عموما؟ انا بحب الطبخ قوي، صاحبه مزاج قوي، بعرف اعمل كشري تحفه، وبعرف اعمل اكل كتير، بس انا متخصصه في الكشري. يعني في الكشري احلى كشري. هسالك على شويه تريكات وقولي لي لو انت بقى خبيره، بنختبرك دلوقتي. الرز ازاي ما يعجنش؟ تعاير المعيار صح. يعني لو هتحط كوبايه رز تحط كوبايه ميه، لو هتحط كوبايتين تحط كوبايتين ميه، يعني وبعدين ما يبقاش الرز طالع، يعني تحاول ان الميه، لا والميه ما تبقاش عاليه قوي، تبقى مع ان انا مش بظبط الرز برضه.
بيعجن مني بس يعني بحاول يعني. طيب عشان البشاميل ما يكلكعش اعمل ايه؟ ما تزودش دقيق في الكريمه، ما تحطش دقيق كتير، تحاول تخفف شويه يعني تخفف. وافضل ايه ده؟ تقلب بقى. برافو. لا عيب عليك، طباخه طيب ماهره. عشان الملوخيه ما تسقطش وانا بعملها، ما تبقاش الشوربه تشهق كويس كده. لا استاذة مطبخ، استاذة مطبخ. ايه رايك؟ لا حلو قوي. في مره وزنك زاد، نزلتي وزنك ازاي؟ والله انا بحاول اعمل انا على فكره ما باكلش كتير خالص. انا ما اعرفش ده حسد ولا ده، انا فجاه لقيت ان انا اتنفخت نفخه غريبه بجد. دي ما اعرفش بقى جت منين. انا يعني وحتى كنت بنزل الجيم، انا كنت بتمرن، فانا مش عارفه انا مش راضيه انزل عن 60 كيلو، فمش عارفه فين المشكله يعني. حتى بقفل بقي ما باكلش، فانا مش عارفه فين المشكله لغايه دلوقتي، بحل فيها، بحاول احل. بس انت وزنك دلوقتي مظبوط. انت حاسس ان انا ايوه الوزن مظبوط الحمد لله. طب بتمرن. الحمد لله. لا ما بتمرنش، مش قادرة. لا طب كويس. حلو. بتروحي كم مره الجيم في الاسبوع؟ 3 مرات. 3 حلوين والله. انا خايفه بعد ما تنزل ما اروحش الجيم. لا ان شاء الله هتروحي. ده هنا ممكن اعرف بتكرهي ايه في الرجاله عموما؟ انا احب الراجل يكون نظيف قوي، نظافه كده مفرطه، كل حاجه بقى يبقى بيقص ضوافره، سنانه نظيفه، لبسه نظيف. نيجي بقى داخليا لازم جواه قلبه نظيف، يعني يبقى قلبه ابيض، مش شكاك، مش نكدي، بيحب كل الناس، بار بمامته. لو مؤيد جه قال لك انا عندي روتين سكين كير كل يوم بعمله، هتتقبلي ده عادي؟ انا هشجع ده. عايز اعمل ماسكات واعمل ده انا اللي هعمل له الماسكات. ده انا اللي هجيب الماسكات. ده هو، لا هو حد ما شاء الله عليه. طب في نوع برضو تاني هقول لك الحنتفه بتاعت الرجاله دي، بتحبيها اللي هو على طول برفان، على طول سبريهات، على طول كريمات، في سان بلوك وكده؟ ممكن حد يحط البرفان ويطلع يكون حاطه وهو عرقان. ايه فايده البرفيوم لو انا عرقان؟ النظافه الداخليه يا جماعه. الريحه الحلوه، ما حط برفيوم، حط ديودرنت، حط اللي انت عايز تحطه، لكن انت بقى كشخص الميه والصابون ايه عاملين ايه في حياتك؟ ده اللي يقلق. ما انا ممكن اقعد ارش، اجيب وافضي واقعد ارش، لكن انا داخليا انا مش معقمه، انا مش. انت ظروفك ايه مع الغيره؟ انا بحبها قوي. غيوره لاي درجه؟ لا انا مش بغير قوي يعني. انا لو مؤيد كده في لسه مثلا صاحبته انتيم، تقبلي يبقى لي صاحبه انتيم؟ ايوه انتيم مين والناس نايمين؟ لا هو ما فيش اصلا، يعني ما فيش حد ياخد اهتمام او حد يتعمل له مكالمه غيري، ده مبدئيا. لكن لو زمايل في الشغل، عنده صحاب، ده اوكي. انا ما عنديش انتيم. انا يعني ليا زمايل في المعهد، ليا زمايل في المجال، بس بنتكلم على قد الشغل كده. ليا صحاب في المطلق هو عارفهم وانا عارفاهم، لكن ما فيش اناتيم رجاله وهو لا جو نتكلم مع بعض بقى برايفت بقى، نقعد نتكلم وانا ما اسمعش هما بيقولوا ايه، ده مش موجود، ده ما ينفعش يبقى موجود، انا هتعصب. طيب احنا في السيجمنت ده اسمه انت اونلاين، احنا تابعنا اكونتاتك على السوشيال ميديا وشفنا شويه حاجات نسالك عنها. على الفيسبوك كاتبه سنه ميلادك عادي جدا. 1996. وبتقوليه دلوقتي عادي. 28 سنه. ما انا فاهم، بس عاده الستات مش بيقولوا اعمارهم. لا عادي. ليه بتقولي عمرك؟ علشان انا الحمد لله يعني انا مبسوطه بكل مرحله انا عديت بيها من وانا صغيره لحد ما وصلت للسن ده، وما عنديش مشكله ان انا لما يبقى عندي 60 سنه اقول انا عندي 60 سنه بفخر. ما عنديش مشكله ان انا لما يبقى عندي 100 سنه اقول انا عندي 100 سنه بفخر. انا متصالحه جدا مع الموضوع ده، لان السن ده ما الا هو رقم. طب تفسيرك ايه ان كل الستات بتخاف تقول اعمارها؟ والله يعني انا مش هحاسبهم عليها، يعني مش لا الستات عموما مش حاسبين، بيحسوا بيه عشان كده بيقولوش اعمارهم. انا شايفه ان الستات اللي بتحس بكده بيكونوا شويه ما عاشوش سنهم، ما خدوش فترتهم. يعني في ستات تحس ان هم لسه اطفال او لسه عايزين يفضلوا في مرحله مش عايزين يخرجوا منها، لان هم ما اكتفوش منها، ما حسوش باكتفاء ذاتي في المرحله العمريه دي، حسوا ان هم ما خدوش اللي هم عايزينه فيها. طب بالنسبه للممثلات ان هي طول عمرها في الوسط يجي لها شغل عادي، ولا المنتجين بيعملوا حساب للعمر؟ في كده وفي كده. في منتجين بيبقوا عايزين سن معين بشكل معين، في ناس عادي ما بيفرقش معاها، ممكن تجيب واحده عندها 25 سنه تخليها عندها 50 سنه ممثله، باللبس بالميك اب بكله. في كده وفي كده. طيب في البايو بتاعك على الفيسبوك كاتبه مسلسل الحساب يجمع 2017. ده احلى حاجه في حياتي. ده ممكن يحجمك انت في بس الناس تربطك بالحساب يجمع؟ اول حاجه عملتها اول مره اكون واقفه قدام كاميرا كان في مسلسل الحساب يجمع مع استاذ هاني خليفه، هو اللي اكتشفني. معتز ده بيه وحطها في البايو طبعا. ده حاجه، ده احلى حاجه في حياتي. طيب على الفيسبوك برضو كاتبه بتقولي في الحقيقه ليس دائما الطيور على اشكالها تقع، فالحياه اوقعتنا على غير اشكالنا. كنت تقصدي مين؟ ده اكيد واحده كانت مضايقاني. حد بقى مضايقني، بس هي اكيد بلقح على واحده يعني. طب انت فعلا وقعتي في ناس مش شبهك قبل كده؟ اكيد كتير. بتتصرفي ازاي؟
بص انا ما فيش حد، يعني انا كل الناس حبايبي وما فيش حد زعلان مني او انا زعلانه من حد، يعني ما عنديش عداوات مع ناس كتير، ولكن بيبقى فيه غيره، بيبقى فيه نفسنا، بيبقى فيه حاجات انا يعني بخاف منها قوي. يعني في ناس مش بتحب لك الخير مش عشان انت مؤذي او عشان انت شخص مش كويس، في ناس مش عايزاك تسبقهم في نجاح، مش عايزاك تسبقهم في اي حاجه، يعني بيبقوا مستكترين عليك كل حاجه. فممكن انا اكون كاتبه ده على حد كده، يعني انا ممكن اكون صادفت حد مثلا ما حباش ليا حاجه او استكتر عليا حاجه او ضايقني في حاجه، فممكن ساعتها جت على الجرح فرحت كاتبه كده. ايه مبدأ تاني مؤمنة بيه في حياتك او مقولة شايفاها كوت لحياتك؟ حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. ده بقى اللي جاي لنا. انت كنتي في صورة برضو ماسكة كاميرا سينما واقفة وبتقولي استنوا حاجة قريبة، انت ممكن تخرجي؟ ليه لا، انا اصلا بدرس تمثيل واخراج في المعهد، انا بدرس اخراج. بحب يعني انا ممكن اعمل اي حاجه في الفن. انا بحب الفن قوي، بحب شغلي قوي وبعتز بيه قوي. وانا ما كبرتش اخترت ان انا ابقى ممثله، انا من وانا صغيره تلاقي لي فيديو كده وانا صغيره قوي احب بعشق. طب انت معظم صورك على الانستجرام ما بتاخديش سيلفي ودايما حد بيصورك، مين بقى الجندي المجهول اللي قالت لك كل الصور دي؟ ده اي حد ماشي في الشارع. مفيش سيلفيات خالص، كله حد مصورك. اي حد صورني، انا ما بعشق اتصور. ديانا قولي لي نسبة الفوتوشوب في صورك قد ايه؟ مستحيل ما بلعبش في صوري. ولا فلاتر؟ لا انا احب ابقى على طبيعتي. طب الطبيعي يكسب. طب انت رايك ايه في الفنانات او في الناس عموما اللي بيعملوا فوتوشوب لصورهم، يقللوا منطقه، يزودوا منطقه، يعدلوا حاجه، وفي الحقيقه مش كده، مش ريل يعني؟ والله هم حرين، بص كل واحد يعمل الحاجه اللي بتريحه. انا بحب اطلع بشكلي بحبوبي بكل حاجه في وشي، انا بحب كده. وده ممكن في فتره من الفترات خلى الناس مثلا تتنمر، انت وشك عامل كده ليه، زي بقى القصه الحزينه اللي انا حكيتها. انا مبسوطه بنفسي كده، انا حابه نفسي كده. بالنسبه للناس اللي بتلعب في صورها، هم ممكن يبقى عندهم حاجات هم مش عايزين يظهروها او هم مش عارفين يظبطوها، فبيحاولوا يظبطوها في الصوره. ده ما يعيبهمش، بالعكس عادي يعني، خلاص يعني. بس ما تلعبوش قوي يعني يا جماعه عشان تبقوا حقيقيين شويه، يعني نعرف انتوا مين برضو. اخر سيجمنت معانا هو انتي والشغل. هسألك شويه اسئله سريعه وتجاوبي عليا على طول من غير تفكير. اكتر دور عرف الناس بيكي في الشارع كان دور ايه؟ ابو العروسه. قولي لي اكتر شخصيه مثلتيها فيها شبه منك قوي. سيكو. كان تحفه. انتي قلبك بيكسر بسرعه كده. غاده اتسبتي يعني قبل كده زيها في الفيلم؟ لا ما اتسبتش. اوكي. ما اتسبتش. انا بالنسبه لي الشخصيه نفسها غاده، بلبسها، بطريقتها، بجنانها، كل ده، بعصبيتها، ده انا، لكن مش القصه بتاعت الفيلم. يعني الشخصيه نفسها انا كشكل وكده. اكتر دور ظهر قدامك وقلتي يا ريتني انا عملت الدور ده، كان مين اعجبتي بيه؟ جميله عوض، مسلسل تحت السيطره. اكتر دور ليكي تقمصتيه لفتره طويله ما قدرتيش تخلصي منه بسرعه حتى بعد التصوير؟ الحساب يجمع. جات لي فتره لساني قلب. اكتر حاجه بتكرهيها في شغلك عموما في مهنه التمثيل؟ اكتر حاجه النفاق والظلم. ممثل نفسك تشتغلي معاه؟ النجم كريم عبد العزيز. ديانا هشام امتى تقول ان هي جاهزه للبطوله المطلقه؟ انا جاهزه دلوقتي. ديانا انت خلاص، انت بطله اصلا، معتبرينك بطله، بس مستنيين بقى افيش ديانا هشام لوحدها. انا بشكرك جدا.